السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود صبري، وده الفيديو ال25 من كورس How to be an auto developer بالعربي. في ده احنا مكملين مع ال ORM method، وهنتكلم على ال environment object وايه أهمية ال environment object. في البداية بس حبيت أوضح إن أنا عملت بوتوم، سميته جنرال بوتوم، وده البوتوم اللي هنقدر من خلاله نتعرف على أو هنبدأ يعني نشوف الاوتبوت بتاع ال ORM method من خلال التيرمينال. وربطه هنا في فانكشن اسمها جنرال بوتوم، وانس لما اضغط عليه هيبدا يعرض لي الاوتبوت في التيرمينال. في البدايه احنا هنتكلم على الانفايرمنت اوبجكت وهنعرف اهميته، بعد كده هنستخدمه في الاو ار ام ميثود اللي احنا محتاجين نشرحها النهارده. في البدايه هو ايه الانفايرمنت اوبجكت؟ احنا ممكن نتخيل الانفايرمنت اوبجكت ده ان هو ماجيكال كي. يعني ايه؟ يعني انا ممكن من خلال الانفايرمنت اوبجكت اقدر اكسس على اي حاجه داخل السيشن الحاليه. ازاي؟ ممكن اكسس على الموديل الحالي او اي موديل داخل السيشن الحاليه، ممكن اكسس على اي داتا داخل السيشن الحاليه، ممكن اعرف اي سيتنج او اي كونتكست داخل السيشن الحاليه. وده بالفعل اللي احنا استخدمناه في الفيديو اللي فات في الانلينك. احنا بدانا ناكسس على اليوزر عشان نعرف ان اليوزر الحالي ده هو تابع لجروب المانجر ولا لا، وبناء عليه هنبدا نشوف هو له الاكسس ان هو يمسح ولا لا. فاحنا عايزين مثلا ناكسس على اليوزر الحالي، وعايزين نتعرف حاليا، احنا عايزين نتعرف على اليوزر اللي عامل لوجن حاليا والاي دي بتاعه. بكل بساطه هنبرنت ايه؟ هنقول احنا كده السيلف معناها الحالي، الحاجه الحاليه اللي احنا واقفين عليها دوت ان. وانس لو دخلت على الانف ده انا خلاص ممكن اكسس على اي حاجه في السيشن الحاليه. ازاي؟ انا ممكن اكسس مثلا على اليوزر الحالي، عايز اعرف النيم بتاعه، وعايز اعرف سيلف دوت ان دوت يوزر دوت اي دي، عايز اعرف ال الاسم والاي دي بتاعه. نبدا نكلوز، نبدا نعمل ابجريد، نبدا نريفرش، هنضغط. فهنا بدا يطبع لي ان هو والله اليوزر اللي عامل اللوجن حاليا هو اسمه ميتشيل ادمن والاي دي بتاعه 2، وده بالفعل اللي حصل. طب انا عايز برضو من خلال الانفيرمنت اوبجكت اقدر اكسس على الكونتكست الحالي، عايز اعرف السيتنج اللي حاصله حاليا، انا اليوزر ده بيستخدم انهي سيتنج او ايه هو الكونتكست اللي هو واقف فيها حاليا. هو بيستخدم هو دلوقتي مثلا هو داخل فورم ولا داخل تري ولا داخل كامبين ولا داخل انهي فيو، وهو داخل انهي موديل، وايه هي المنيو اي دي اللي هو واقف عليها، وايه هو الاكشن اللي بيستخدمه حاليا. فكل الكلام ده هيبقى من خلال الكونتكست اللي هو اتعرف على الكلام ده environment.context. انا دلوقتي هقدر اتعرف على كل الكلام اللي انا لسه قايله دلوقتي. نبدا نكلوز، نبدا نعمل ابجريد، نبدا نريفرش، ضغطنا على الزرار فبدا هنا يجيب لي كل الكونتكست الحالي. احنا دلوقتي وليكن مثلا احنا داخل انهي منيو اي دي، فاحنا في المنيو اي دي 73، وفي انهي اكشن 78، واحنا داخل الموديل بتاع الستودنت، والفيو بتاعنا هو احنا فعلا واقفين على فيو الفور، واللغه اللي احنا بنستخدمها هي الانجليزي، والتايم زون، واليوزر اي دي، والالاود كومباني اي دي. كل الكونتكست الحالي هو بدا هو بيتخزن داخل الكونتكست. ممكن من خلال الانفايرمنت اوبجكت ممكن بقى ابدا اكاريت ريكورد. يعني على سبيل المثال انا عايز من داخل الستودنت ده اكاريت ريكورد داخل الكورس. ازاي؟ فبكل بساطه هنقول ان احنا عن سيل دوت ان اوف. احنا دلوقتي هنبدا ناكسس على الموديل بتاع الكورس، وهنبدا نستخدم الاو ار ام ميثود اللي عندنا اللي اسمها كرييت، ودي بتاخد ديكشنري، وهو غالبا كان الحاجه الريكوايرد في الكورس هو النيم. فهنقول ان النيم وليكن مثلا احنا هنكريت باسم الاوبجكت اورينتد مثلا. نبدا نسيف، نبدا نكلوز، نبدا نعمل ابجريد، نبدا نريفرش. هبدا اضغط على الزرار وافتح الموديل او افتح الموديل بتاع الكورس. هيبدا نشوف ان احنا في اتكريت عندنا كورس جديد اسمه او او بي. من خلال برضو الاو ار ام ميثود ممكن بقى استخدم من خلال قصدي الانفايرمنت اوبجكت ممكن استخدم بقى الميثود اللي هي اللي احنا عايزين نتعرف عليها النهارده زي السيرش. السيرش بكل بساطه بيبدا يفلتر الداتا بناء على دومين معين. ازاي؟ والله بكل بساطه احنا هنقول داخل السيرش هنبدا نفتح ليست. الدومين احنا زي ما اتعرفنا عليه قبل كده ان هو بيكون ليست اوف تيوبل
اول قيمه في التيوبل بتكون عباره عن ايه؟ بتكون الفيلد بتاعنا. فوليكن مثلا احنا عايزين نسرش على ايه داخل الكورس. انا عايز اسرش على الكورسات اللي وليكن مثلا للاسم بتاعها، او بلاش الكورسات، خلينا في الستودنت عشان فيها داتا اكتر. فهنا سكول دوت ستودنت، انا عايز اسرش على الستودنت مثلا وليكن عمرهم ازيد من 8 مثلا. فبكل بساطه هنقول احنا كده داخل بدانا ناكسس على الستودنت سيرش. والله انا عايز اكسس عليه، عايز اكسس على العمر. وتاني قيمه ببدا اضيفها هنا هي اللوجيكال اوبريتور بتاعي. سواء اللوجيكال اوبريتور ده ممكن يكون يساوي مثلا، او ممكن في حاجه اسمها از لايك، او في حاجه اسمها ستارت ويز. في لوجيكال اوبريتور كتير جدا ممكن استخدمها يعني في داخل السيرش. فاحنا هنا ممكن نقول بس اللي احنا عايزين نسيرش على الستودنت اللي العمر بتاعه اكبر من كام، وليكن مثلا اكبر من 8 سنين. نبدا نسيف، نبدا نكلوز. هنطبعها بس عشان نقدر نشوفها على التيرمينال. هنقول students، هنبرنت، نبدأ نسيف، نبدأ نعمل upgrade، نبدأ نرفرش. بدأنا نضغط على الزرار هنا، فهنا بدأ يجيب لي كل الستودنت الموجود يعني اللي اعمارهم الاي دي بتاعهم اكبر من 8. فاحنا عندنا الاي دي اللي هو الستودنت 19 21 23 26. 29 دول اعمارهم اكبر من 8 سنين. طب انا عايز اجيب بقى بيانات للستودنت دول. فبكل بساطه هقول في عندنا فانكشن اسمها ريد. انا عايز اريد ايه؟ والله انا عايز اريد وليكن مثلا الاسماء بتاعتهم والاعمار بتاعتهم. هنبدا نسيب ونشوف كده الوضع هيكون عامل ايه. نضغط، فهنا بدأ يجيب لي ايه؟ بدأ يجيب لي الاسماء بتاعتهم والاي دي بتاعهم. يعني ده بيجي مع الريد يعني. فالاسم مثلا يمكن عمر حسن، ده العمر بتاعه كان 9 سنين. ومحمد سمير ده كان العمر بتاعه 10 سنين. وهكذا باقي الناس بدأ يجيب لي بس ليهم. مش الداتا محتاج، انا محتاج فيلد معينه، محتاج الاسم بس، كنت محتاج الاسم والعمر. فالسيرش هو بيبدا يرجع لي الاي دي بتاعهم، وانا من خلال السيرش ابدا اكسس بقى على الداتا اللي عندهم من خلال الريد. يعني الريد ببدا اكسس على الفيلد اللي عندي. في حاجه تانية اسمها براوز. البراوز ده هي يعني هي والسيرش بيتحطوا في مقارنه مع بعض. بس السيرش هو بناء على دومين معين، انما البراوز لا، ده بيسرش على الستودنت بناء على الاي دي معين. فانا هنا وليكن انا عايز اسرش على الستودنت اللي الاي دي بتاعه. ممكن نشوف بس ستودنت، وليكن مثلا الاي دي بتاعه 4. فبكل بساطة هنقول هنا 4. نلغي السيرش خالص، نبدأ نسيف. وعايز بس منه برضو أقرأ النيم والعمر. نبدأ نكلوز، نبدأ نرفرش، نبدأ نضغط على الزرار. فهنا بدأ يجيب لي الاسم بتاعه والعمر بتاع الستودنت اللي الاي دي بتاعه 4، اللي هي اريا ستارك، وعمرها كان 8 سنوات. فالفرق بين السيرش والبراوز، السيرش هو بيبدا يرجع لي الستودنت بس بناء على دومين معين، انما البراوز لا، بيبدا يرجع لي الستودنت بناء على اي دي معين. في حاجه ممكن والريد اللي من خلالها ببدا اجيب بقى يعني اقرا البيانات بتاعه الستودنت. في حاجه موجوده هي دمجت السيرش والريد مع بعض، بدل ما انا اعملهم كده على سطرين. في حاجه اسمها السيرش ريد. فالسيرش ريد بكل بساطه بتبدا تاخد الفيلد وبتاخد الدومين مع بعض. سيرش ريد، فهنبدأ نديها الدومين. فاحنا الدومين عندنا احنا كنا عايزين ايه؟ عايزين الستودنت الاعمار بتاعتهم اكبر من 8 سنوات. ومحتاج ايه منهم؟ انا مش محتاج كل الفيلد، لا انا محتاج الفيلد بتاع الاسم والعمر بس. فالفيلدز عندي هي عبارة عن ايه؟ النيم والعمر. نبدأ نسيف، هنبدأ نطبعهم.
بحيث نشوف كده الوضع هيكون عامل student. نبدأ نكلوز ونبدأ نعمل upgrade. نبدأ نرفرش. نبدأ نضغط على الزرار، فهنا بدأ يدمج لي التو فانكشن مع بعض. بدل ما انا كنت عامل هنا السيرش في خطوة وبعدين الريد في خطوة، لا هو السيرش ريد بيدمجهم مع بعض. بدأ يرجع لي نفس الاوتبوت يعني. في حاجة تانية اسمها سيرش كاونت. انا هنا مش عاوز بقى، انا مش عاوز ارقام، مش عاوز اسمائهم ولا محتاج، انا عايز اعرف بس اعدادهم كام. في حاجة اسمها سيرش كاونت، برضو نفس القصة، بتسرش بناء على دومين معين. فاحنا هنا ممكن ناخد الدومين ده كوبي، نلغي ده كله. فهنا هيبدأ يرجع لي عددهم، مش أي بيانات تانية غير عددهم كام، الكاونت بتاعهم كام. نبدأ نكلوز. نبدأ نعمل نضغط على الزرار، فهنا رجع لي إن هم في 5 ستودنت أعمارهم أكبر من 8 سنين. قيس على كده بقى أي ORM ميثود موجودة عندك، ممكن من خلال environment object نقدر نعملها. سواء بقى اللي احنا خدناهم احنا اتعرفنا من الفيديو ده، من الفيديوهات اللي فاتت، على الكرييت. طبعا الرايت والانلينك نفس الفكره يعني. بتبدا يعني الموديل بتاعنا ورايت بقى وريد، او احنا عملنا الريد الفيديو ده، وعملنا البراوز، وعملنا السيرش، وعملنا السيرش كاونت، وعملنا السيرش ريد. قيس عليهم بقى اي ORM ميثود من خلال بنفس الطريقه يعني. في فانكشن تانية، في فانكشن كتير، ده ان شاء الله هسيبهم في الديسكريبشن يعني. ممكن حضرتك تتعرف عليهم وتعرف كل واحدة بتستخدم امتى وايه الاستفادة منها يعني.